قبل ما تشكى وتقول ما عنديش، عرف راسك شنو خاصك بعدا. اولا غتلقى راسك احسن من بزاف الناس. هي مشكلتك معلق السعاده في واحد الحاجه اللي كيمتلكها غيرك. اما لو تحاول تسعد نفسك بداكشي اللي عندك. اليوم دورنا مع اوراق الخبيزه، ولا كملتي هذا الفيديو التالي غتعرف كيفاش دير تصبح لاباس عليك، وكيفاش تصبح غني من هذا الفيديو ديال البقوله. 3 دراهم لهاد القبيضه، انت فيها زقريضه ربي يسخر في 20 قبضه. الا هي تباعت كامله ب 3 دراهم غتجيك 60 درهم، عايشين منها 8 د النفوس، وكاين من نيتو شي قل منه ومعيش عائله، وكاين من نيتو شي 2 المليون في الشهر وتسولو تلقى ديال الكريدي. السر كيبقى في البركه. الا عندك درهم وجعل لك فيها ربي البركه، فضل لك من مليون ما فيه بركه. سول راسك، غتلقاك كتخلص ب 2000 درهم في الشهر، وجمع داك المصروف اللي كتصرف غتلقى عندك 3000 درهم. منين جاتك 1000 درهم؟ بركه من عند مولاك. ما عمرنا كنا كنعيشو بالصالير ديالنا، انما كنعيشو بالبركه سيدي ربي. الا كنتي مصاحب مع اللي لاباس عليه وغني، ما عمر الفقر كيضرك. دائما كتلقى راسك مسخن كتافك بصاحبك اللي لاباس عليه. فكيف بك الا رجعتي للغني اللي بيديه مفاتيح خزائن السماوات والارض؟ عيبنا نقيموا الغنى بواحد التقييم اللي هو غالط. ياما ناس اللي مالكين الدنيا واليوم راهم في الطبيب ناعسين. واش غيتعتبروا من الاغنياء ولا من الفقراء؟ مقارنه بهذاك السيد اللي راه يتمشى على رجليه ووليداتو لاباس عليهم ويمشي فين ما قالها له راسو. عوض ما تسال ربي الرزق، سأل ربي سبحانه وتعالى يجعل لك البركة. ما عليك إلا تصبر نفسك وترجع لمولاك وتصاحب معاه وتقرب منه وتسأله يجعل لك البركة في الحياة ديالك. غتصبح من أغنى الأغنياء في هذه الدنيا. طلب ربي سبحانه وتعالى يجعل لكم القناعة في القلب، والله يغنيكم غناء من عنده.